ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. عاوزه كل يوم انزل لكم فيديو وانزل لكم وصفه من كتر الكلام الجميل اللي بسمعه منكم، وربنا يا رب يبارك لي فيكم. النهارده بقى جيت لكم بوصفه حلوه قوي، بس اعملوا لي احلى لاف تحت واطلعوا لي تاني. بصوا، واضح من شكل الطبق ان هو طبق فول بيتي تحفه. بصوا بقى، مفيش احلى من الاكل البيتي. مفيش احسن من ان انتوا تجيبوا طبق فول وتسخنوا معاهم رغيفين عيش وتفطروا احلى فطار او تتعشوا احلى عشاء. بصوا الجمال. والله الطبق ده بيفكرني بزمان وريحه زمان وخير زمان. تعالوا بقى اقول لكم عملتوه ازاي. بصوا، انا جبت الفول غسلته في الطبق الستانلس ده ونقعته 24 ساعه. ودلوقتي جبت حلة ضغط عشان عندي حلة ضغط، لو ما عنديش عادي كان ممكن اعمله في حلة عادية بس بياخد وقت شوية. في حلة الضغط ما بيعديش اكتر من ساعة. جبت الفول كله وفضيته في حلة ضغط اهو، بس حطيت فيها الاول مية وسخنتها. ما ينفعش احط الفول في الحلة على مية ساقعة او اضيف مية ساقعة على الفول، او حتى ازوده وهو على النار ميه ساقعه، لانه بيخلي الفول يجنزر وما يستويش ويجمد جامد كده. المهم، اكمل بقى. حطيت عليه ايه بقى المكونات. جبت شويه عدس، قد معلقه عدس ومعلقتين فول ومعلقه رز، وغسلتهم كويس وصفيتهم ونزلت بيهم على الفول. وكمان قشرت بصلايه وكمان طماطمايه او اتنين اللي موجود عندكم، وحطهم في الحله وغطوا عليهم. انا دلوقتي بقى نسيت احط اللي انا اصلا جاي عشان اقول لكم عليه. فقمت فاتحه تاني حله الضغط، وانتوا عارفين فتح حله الضغط بياخد وقت شويه لما البخار يشتغل فيها. فخلاص شلتها وجبت بقى ايه المكون السحري اللي هيسوي الفول في ثانيه. ده نص معلقه كربوناتو او ربع معلقه كربوناتو لو انتوا هتعملوا نص كيلو فول. الفول ده اسمه فول بلدي، يعني هتروحوا عند محل الحبوب وتقولوا له، او من عند البقال وتقولوا عاوزين فول بلدي. بتبقى حبايته كبيره شويه ولونها ابيض. الفول البلدي ده جاي معمول هنا في مصر، يعني مش مستورد، بيبقى زبده كده وطعمه حلو قوي في الاكل. انا ظبطت التايمر بتاع حاله الضغط على ساعه، بس هو ممكن يقعد اقل من كده. بس انا بالنسبه لي ساعه بيخليه زبده، يعني ممكن ناكله كده من غير حتى ما نهرسه بالشوكه او بالهاند بلندر او بقعر كوبايه زي ما بتعملوا. بصوا شكل الفول عامل ازاي. شايفين لونه الجميل من غير ما نحط عليه اي اضافات ولا اي الوان صناعيه ولا اي حاجه. بصوا، دلوقتي بقى هختبر لكم الفول. بصوا عامل ازاي. شايفين الفوليه؟ بص، مجرد ما بتك عليها ما شاء الله بلاقيها زبده. احسن وانضف واجمل من بتاع بره بكتير. حتى لو اولادكم ما كانوش بيحبوا الفول هيحبوا الفول كده. دلوقتي بقى هو سخن كده، ما ينفعش ما ناخدش منه طبق كده وناكل منه وهو لسه معمول كده، ولا هنضيف له بقى طماطم ولا هنضيف له اي حاجه. احنا هنشيل بس البصل والطماطم الموجودين في الفول، وناخدهم بقى كده اهوت نهرسهم وناكلهم. وعلى فكره والله ينفع يتاكل كده من غير هرس لانه هو اصلا زبده. بصوا شكله حلو ازاي، شكله جميل ازاي، تحفة فنية. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ نحط عليه ملح وكمون وسمن بلدي. مش محتاجين اكتر من كده. عندكوش سمن بلدي حطوا زيت عادي، مش هيقول حاجة. الناس بقى بتوع الدايت ما لا يحطوا زيت ولا يحطوا سمن ولا يحطوا ملح، ياكلوا كده وخلاص. احلى وجبة وانضف وجبة. جميل جميل جميل. والله 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 لما تعملوه مش هتندموا، هتحبوه وتعتمدوه وتعملوه عندكم على طول. بصوا بقى، شوفوا مفيش احلى من كده. مفيش احلى من كده. احلى طبق فول ممكن تعملوه او ممكن تاكلوه، وانضف واحسن وهيلثي قوي عن اللي بيتباع بره. يعني شايفين الجمال؟ بصوا بالشوكه بيتهرس ازاي. او احنا عملنا ما شاء الله كميه كبيره. هنعمل فيها ايه؟ هنستنى لما يبرد الاول ونحطه في اكياس ونعرضه في الفريزر. بس كده يا حلوين، باي باي.